ها مبسوط يا عم مازن؟ اديني خرجتك اهو. عايز حاجه مني تاني؟ عايز ايه تاني؟ جعان. يا دي النيله، جعان ايه؟ عايز تاكل ايه طيب؟ بيتزا. بيتزا؟ اجيب لك منين بيتزا في الكورنيش يا ابني؟ في محل جديد اسمه مستر فص بيبيع بيتزا. فين ده؟ في اخر اسمه ايه؟ مستر فص. مستر فص؟ ده فاتح فين ده؟ في ممشى النخيل. ممشى النخيل. انت عايز نمشي بقى من الكورنيش لحد ممشى النخيل يا عم مازن؟ عادي يا نني. عادي ايه بس؟ بيبيع ايه؟ بيتزا؟ انا مش عايز اكل بيتزا. عايز تاكل ايه؟ انا عايز اكل كريب. عنده كريب؟ يعني كده ما فيش ملصه؟ لا، لازم نروح لمستر فص. ولا عايز كمان قعده ومشروبات عنده قاعده في هناك؟ يعني عنده مطعم ايوه، نقعد ناكل في المطعم ونشرب هناك. قلت لي فاتح فين؟ في ممشى النخيل. ممشى النخيل. يعني عنده قاعده وعنده مشروبات وعنده بيتزا وعنده كريب. مش هتعرف تفلت. مش هعرف افلت. طب لو كده يلا بينا عند مستر فص. يلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى النهاردة أعرفكم على مكان جديد اسمه مستر فص. مستر فص ده عامل حاجة كويسة أوي. المكان ده في السويس في ممشى النخيل. بيبيع بيتزا، بيبيع كريبات، بيعمل سندوتشات، عنده كافيه، والمكان حلو أوي. تعالى بقى النهاردة احنا دخلنا وعملنا معاينة كده اهو بسيطة للمنتج اللي عنده، بس ما شاء الله عليه يعني طلعت حاجة محترمة قوي. انا بدعي كل اصدقائي وكل اصحابي والمشتركين عندي والمتابعين ان هم يروحوا يجربوا المكان ده. هتعجبك الاكل هناك، هيعجبك القعدة، هتعجبك المنظر يعني، واحترام العميل والذوق والادب. في حاجات كتيرة قوي عجبتني هناك. هنا كنا بقى ايه، الشيف كان بيعمل لنا البيتزا. قلت له يا شيف بقى توصى عشان الحاجات دي نازله لمتابعيني ومشتركيني على صفحه يوميات محمد مجدي. قال لي انا عينيا ليك وعينيا لمتابعينك، ايه رايك بقى؟ قلت له لا الله ينور، بس نشوفها بعد السوا. مستر فص عامل حاجه كويسه قوي وجايب ناس ما شاء الله عليها شايفين الوشوش. قال لي استناني بقى 5 وهوب ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوة دي. لا بس انا ماليش دعوة بالشكل، احنا ناكل ونحكم. احنا المفروض ان احنا ندوق ونحكم. وده كان رأي مازن بقى ايه. هات يا بابا اتفضل يا عم مازن. سيب انت يا عم سخنة. طب ماشي خلاص اكلني انا بقى، اكلني. هات اطلع يا جمل. وده كان رأي مازن. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. ايه الاكل ده يا جماعة؟ بحد يجاوب ده ايه ده؟ بس يا سيدي قلنا بقى نخش على الكريبات. اعمل لنا يا عم واحد كريب كده ايه بس روق علينا. طب حضرتك عايز كريب ايه؟ ادينا كريب فراخ. امين عينيا حاضر. توصى بقى بالموزاريلا، ظبط زيتون بس كفايه كده. ايوه عشان بحب الزيتون قوي انا. ايوه اتوصى بقى بالفراخ، هات على قد ما تقدر فراخ. ايوه زود اظبط الله ينور عليك. يلا بقى لف لنا الكريب كده بايدك الحلوه دي وتسلم لنا يا شيف. ايوه ظبطنا كاتشب مايونيز، شغال الله ينور عليك. يلا بقى يا باشا عشان مازن بياكل بيتزا لوحده بره. يلا الله ينور عليك. لا ما شاء الله. انا هقول برضك في التعليقات وهخلي الناس تيجي تحكم عليك. لفونا بقى يا باشا يلا عشان جعانين. يلا الله ينور عليك. تسلم ايدك يا شيف ومع السلامه. واشوفك انا بقى ايه